عندك 3 أسباب ممكن توفر بيهم 40% من باقة الإنترنت، وممكن توصل ل50% لو فعلتهم وشغلتهم. 3 أسباب. يلا اما نشوف مع بعض ايه هي أسباب استهلاك باقة الإنترنت. أولا هنيجي بقى على الفيسبوك بالشكل ده كده، وهتضغط على الإعدادات، الصورة اللي بتكون عندك هنا، وهتفتح الإعدادات. ومن الإعدادات هتنزل لتحت حاجة اسمها الوسائط، هتضغط عليها بالشكل ده كده. هتلاقي كلمة تحسين دي بتكون متفعلة عندك ديفولت، انا مشغلها هنا. خيار توفير البيانات، الابليكيشن نفسه بيقول لك استهلاك بيانات اتصال اقل بنسبة تصل الى 40%. تمام. وهتفعل الخاصية دي، خيار توفير البيانات، وهتنزل لتحت شوية كده هتلاقي حاجة اسمها التشغيل التلقائي في الموجز والقصص. هتشغلها على مطلقا زي ما حضرتك شايف بالشكل ده كده. هتفعل مطلقا، وبكده تكون انت وانت بتسكرول الخاصية دي، وانت بتسكرول بيكون الفيديوهات شغالة، ودي بتستهلك انترنت. فحضرتك كده مفيش حاجة هتشتغل معاك غير اللي حضرتك تضغط عليه. والميزة التانية النهاردة اللي ممكن تكون مفعلها، هتفتح اليوتيوب وهتيجي على صورتك اللي بتكون هنا بالشكل ده كده، وهتضغط على علامة الترس. ومن ثم اعدادات عامة، ومن اعدادات عامة هتلاقي حاجة اسمها التشغيل في الخلاصات. هتفتح عليها هتلاقيها مفعلة، انا عاملها على متوقف ومشغلها على متوقف. حضرتك هتفعل على متوقف. ونفس فكرة الفيسبوك دي، حضرتك وانت بتشاهد اليوتيوب بتلاقي المقاطع بتشتغل لوحدها، ودي بتستهلك انترنت لوحده. حتى لو حضرتك ما ضغطتش على الفيديو، هو مجرد ان الفيديو بيشتغل في خلفية التطبيق هو اكيد بيستهلك انترنت. وتعالى نشوف الميزة التالتة النهاردة. ولو لسه ما عملتش متابعة اعمل متابعة عشان ما يفوتكش اي جديد. ولو حد من صحابك حابب توفر عليه باقة الانترنت، يا ريت تشير له الفيديو ده. وهتيجي على جوجل بلاي بالشكل اللي قدام حضرتك ده كده. ده جوجل بلاي، طبعا حضراتكم ما تتوقعوش ان هو بيستهلك انترنت. وهتضغط على العلامة دي كده، وهتضغط على الاعدادات اللي بتكون تحت بالشكل اللي قدامك ده كده. هتضغط على الاعدادات، ومن الاعدادات اسف ودخل على حاجة اسمها المساعدة، هتضغط عليها بالشكل ده كده، وهتيجي على الاعدادات. ومن الاعدادات هتلاقي حاجة اسمها الاعدادات المفضلة للشبكة. هيقول لك تشغيل الفيديوهات تلقائيا، عدم تشغيل الفيديوهات. ودي بتكون انت وحضرتك بتنزل اي تطبيق بيشغل الفيديوهات تلقائيا. هنضغط عليها بالشكل ده كده. والاعدادات المفضلة لتنزيل التطبيقات، لو حضرتك حابب ان انت ما تنزلش اي تطبيقات من خلال باقة الانترنت، ممكن تغيرها او طرح السؤال في كل مرة. يعني لو حضرتك بتكون الاولاد بيلعبوا على الموبايل اثناء وانت مشغل باقة الانترنت وممكن ينزلوا العاب، ممكن تقفلها من الخاصية دي كده. وتحديث التطبيقات يعني ممكن تعمله على الواي فاي او تسيبه، دي حاجة ترجع لحضرتك. او عدم تحديث التطبيقات تلقائيا، او تحديث شبكة الواي فاي لما تكون على واي فاي يحدث. وبكده تكون انت لما تطبيق يطلب تحديث مش هيستخدم باقة الانترنت، لو انت فعلت دي كده بالشكل ده كده، التحديث عبر شبكة الواي فاي. لكن انا عامة في حال عدم توفر سوف يحدث جوجل بلاي، انا بشغلها لان انا بالنسبة لي انا اكتر مدة ليا بكون انا شغال على البيانات. لكن حضرتك ممكن تختار اي حاجة. وفي نهاية الفيديو ما تنسناش من اللايك والمتابعة، ولو لسه ما عملتش اشتراك اشترك